ولا احنا عايشين ارتجال؟ هي الحياة مترتبة ولا احنا عايشين ارتجال؟ والآن مع الدكتور تامر عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا بصراحة مش عايز أقول شعر. أنا النهارده بس هستقطع الجزء اللي أنا كنت هقول فيه شعر، وعايز أقول لكم كلمة صغيرة. لابد لفناني هذا العصر أن يتحملوا موقفهم من بعد تلك الحرية التي حصلنا عليها. بأمانة شديدة من بعد الثورة بتاعتنا أنا حاسس بإن كل شيء اختلف طبعا. بقيت بتذوق الشعر بشكل جديد، حاسس بحريتي. أريد فنا يشبه تلك الحرية التي حصلنا عليها. لابد أن أؤصل لفن ليس به ممنوعات، مش أقصد تفاهات أو الكلام ده، لأن قبل كده أنا فعلا لما كنت باجي أكتب أحيانا أقول لك الحتة دي ما تنفعش ليه؟ لأن أنا ما كنتش حر بنسبة 100%، كنت مقيد إلى حد ما وهذا يتنافى مع الفن ويتنافى مع الجمال الذي نبحث عنه، حتى وإن كان اللاوعي هو ما يحكمنا في هذا. ممكن واحد يقول لا أنا عمري ما كنت بخاف، مش حقيقي. اللاوعي بتاعنا يشكل جزء كبير من الواقع بتاعنا. كان في حتت ما بنقدرش نقرب ناحيتها أو استأصلناها فما بقربش ناحيتها، فما بحسش إن أنا مش حر. احنا دلوقتي في عصر اعتقد ان الحمد لله ان احنا عصرناه، والحمد لله ان احنا موجودين فيه. انا حتى كنت بقول كلمه لواحد من اصدقائي، بقول له انا ما كنتش عارف احكي ايه لابني لما يسالني انت عشت الفتره اللي فاتت دي في ايه. ما كنتش لاقي في تاريخنا احداث، في تاريخي انا 30 سنه او 34 سنه، ما كنتش لاقي في تاريخي حاجه ممكن احكيها له، ممكن اقول لابني حصل كذا 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 كذا. ما بلاقيش فيها غير الجول بتاع مجدي عبد الغني بس. فعلا ريان عليه كتير، ودي كانت مصيبه. لا دلوقتي اقدر اقول ان في شعب اتحرك سواء بالصح او بالغلط. يعني انا مش مع فئه ضد، سواء بالصح او بالغلط، لكن التغيير هو سنه الحياه، وما دمنا قد تغيرنا ولو للأسوأ إذا فنحن في إطار الحياة، لأن الله لم يخلق شيئا ثابتا. حتى درجات الإيمان الخاصة بنا تعلو وتهبط أحيانا. فأنا أتمنى من كل من يشارك في الفن بس انا هسأل سؤال حضرتك، ليه دايما الاطباء كده جادين جدا في الاداء يعني؟ لا ده انا مش جاد. لا انا عايز اقول لك على حاجه، فعلا الاطباء بالفعل والمهندسين اضافوا لحركه الشعر العربي اكثر ما اضاف اهل اللغه والادب السبعيه. يعني مثلا مؤسس الشعر المنسي احمد كمال، احمد كمال شاعر وابراهيم ناجي وعلي محمود طه، صح كده. وكذلك في النقص في ادريس. يعني عندكم فكريه. طب الحمد لله في شيء. لو انا بصراحه يعني بامانه انا مبسوط جدا من حديث الدكتور ايمن وحديث الدكتور صابر، لان فعلا الحاجات دي يا جماعه لو حتى مسجله ممكن تراجعوا وتتكوا على بعض الكلام، وخاصه في التجريد اللي قاله الدكتور ايمن. وان كان مصطلح التجريد بالنسبه لكثير مننا التجريد مصطلح التجريد محتاج ان احنا نتعلمه، لان برضه مش عارفينه بنسبه كبيره يعني. هقول قصيده، انا بكتب عاميه وبكتب روايه. قصيده مقاطع صغيره بعنوان كلام مني ليا. واحد مستغربه اني منعتك تدخلي فيا برجليك اليمين، ما انت عارفه اني مجهول الهويه، واحتمالات النجاة من صحراء قلبي مش قوية، وانتي تستاهلي السلامة. 2 ربما تحفر بإيدك جوه قلبك اسمها وتحبها، وربما تنقش ملامحك جوه روحها بدمها، بس افتكر إن السما ما عادتش بتمطر نجوم. 3
الضباب مخلوق ضعيف والعيون مش حمل شوفك. عارفة ليه؟ أصل أضعف من الضباب. 4. لما بشوف البرد في عيونك بيخنقني الشتاء. ليه كده؟ إيه ربط إحساسك البردان بروحي وإنتي مخلوقي دفى؟ اعرفي إن الشتاء والبرد أبدا مش قرايب. 5. اكسري جناح المسافات الحزينة، دوبينا واحبلي مني الحنين للي كنت بحبها. 6. انت معنى الانتحار والحياة فيها بتترجانا عيش. باختصار انت أقوى جدار ما بيني وبين حياتي وانت أحلى جدار. 7. لعيونك الدافية 3 آيات: سكون الليل، هياج البحر، وطعم القهوة. وأنا خلقة بنام صاحي فيمر السهر في عيونك السمراء. أخيرا ما عادش النوم بيجي ويا صوت البحر، ولا في طعم الدفى المبدور في حضن أمي، ولا في شباكك المفتوح على قلبي. ما عادش النوم بيقتلني عشان أعرف أعيش وياكي كام ساعة بلا غبار. أشكر